تخيل معايا يبقى ليك أخ في الماضي اتخطف، بتدور عليه بكل الطرق، ولما تلاقيه تكتشف إن جواه شريحة هتموته. لازم ناس معينة تعمل له عملية خطيرة لاستخراجها. في نفس الوقت في المستقبل أخوك اللي كان مخطوف هو اللي بيدور عليك ومش عارف يوصلك، ومش عارف انت حي ولا ميت. طب ايه الحكاية ومين الناس دول؟ ده اللي نعرفه في فيديو بتاع النهاردة، فيلا بينا. بيبدأ المسلسل في سنة 2007. بنكون في غابة مع طفلين في سن ال10 سنين، وبيكون اسمهم جين وجيون. بيبقى الاتنين مروحين لبيتهم وبيتكلموا في الطريق مع بعض، ولكن مرة واحدة بيلاقوا وراهم نور على شكل دائرة نازل من السما بيلاحقهم. فبيركبوا على العجلة وبيجروا بسرعة وبيطلعوا على الطريق، وبيحاولوا انهم يهربوا من النور بأسرع ما عندهم. لكن النور فضل وراهم لحد ما بيوقع جين وجيون من على العجلة. في اللحظة دي بيوصل عندهم سيمباي والدهم وبيلاقي النور واقف قصادهم، ومرة واحدة الدايرة دي بتنفجر وبيخرج منها واحدة على هيئة بشرية. بيقوم جيون وبيشاور عليها وبيقول إنها فضائية. وبعد 10 سنين بنروح لجين وبنعرف إنه دخل جامعة العلوم والأبحاث ومهتم جدا بالعلوم. بيروح جين لمساعد البروفيسور هان وبيكون اسمه بارك، وبيطلب منه ياخد مكان المساعد بتاعه اللي مات. فبيكون في مساعد لبارك اسمه جي قاعد ومش بيبقى عاجبه الكلام ومش بيبقى طايق جين. فبارك بيقول له ان ده مش الوقت المناسب اللي يطلب فيه ياخد مكان زميله اللي انتحر. فبيتحرك جين وبينزل حوش المدرسة. بنلاقي ان الطلاب عاملين للطالب اللي انتحر مكان معين ليه عشان يودعوه، حاجة زي العزا كده يا صديقي. فالمهم يعني بيروح جي لجين وبيتكلموا سوا. بتبقى طريقة جي وقحة جدا مع جين، وبيفضل يهزق فيه لأنه عايز ياخد مكان زميله. وبيعايروا جي إن جيون أخوه محبوس وكان في مستشفى الأمراض العقلية. ثواني، هو إزاي جيون دخل مستشفى الأمراض العقلية بعدها اتحبس؟ هفهمك كل حاجة، بس كمل المسلسل معايا. بعد ما بيسيبوا جين وبيرجع جين لنفس المكان اللي فيه صور الطالب اللي انتحر، بيسمع المحقق وهو بياخد مواصفات الشاب اللي كان مع الطالب اللي انتحر. وبيلاحظ جين إن دي كانت نفس مواصفات أخوه لما عمل الجريمة اللي حبسته، وإنه كان معاه صاعق كهربائي وخلى طالبة زميلتهم تنتحر من فوق المبنى. وده لأنه كان مهووس ومفكرها الفضائية اللي ظهرت من 10 سنين. بيجري جيم فوق المبنى اللي البنت اللي أخوه خلاها تنتحر ووقعت منه، ولما بيبص من فوق بيلاقي واحد شبه جيون أخوه لابس كاب، وبيفضلوا باصين لبعض. بينزل جين بسرعة من المبنى ولكنه مش بيلاقي الشخص اللي شبه أخوه ده، فمش بيكون عارف يعمل إيه وبيبقى في حيرة. بيرجع لبيته لكنه لما بيدخل بيلاقي شنطة وبيسمع صوت حد في الحمام. ومرة واحدة باب الحمام بيفتح فبيلاقيه إنه أخوه جيون. بيعرفه جيون إنه خرج من السجن وما كملش حاجة في المدة بسبب حسن السلوك. فبيسأله جين لو هو كان عنده في الجامعة النهاردة أو يعرف حد من جامعته. فبيعرف جيون إنه ما يعرفش حد ولا جاله، وبيبقى جيون فرحان إنه خرج وهيقعد مع أخوه تاني. فبيفضل يهزر معاه. وفي الليل قبل ما يناموا بيقول جيون لجين إنه هيشتغل في محل مخبوزات قريب من مدرسته، وإنه جهز كل حاجة وهيبدأ الشغل من تاني يوم. وفي اليوم التاني بيكون جين شاكك في أخوه إنه هو اللي كان موجود في المدرسة، وبيقرر جين إنه يراقبه وهو خارج من الشغل، وبيمشي وراه لحد ما بيدخل جين البيت. فبيدخل جين وراه وبيدخل الشقة اللي جين دخلها، وبيتصدم جين لما بيلاقي مخططات عن الفضائيين والصاعق الكهربائي وكمان الكاب واللبس بتاع الشخص اللي كان في المدرسة. في اللحظة دي بيدخل جين للأوضة وبيلاقي أخوه موجود، فبيهزقوا جين على كل اللي عارفه، وكمان بيعرفوا إنه لقى ورقة مكتوب فيها إنه خرج ليه أكتر من 3 شهور. وبيسأله هو بيعمل كده ليه وليه مش عايز يعيش حياته بشكل طبيعي، وإنه ينسى إنه شاف فضائية لأنه لو منساش كله هيقول عليه مجنون. لكن جيم بيقوله إنه مش مجنون، وإنهم وهم صغيرين شافوا الفضائية بعينهم وإنها أخدت والدهم منهم. وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن سيمباي سابهم لجدتهم تراعيهم وأخد الفضائية، عرفهم إنه هيرجع لهم قريب ومشي مع الفضائية. ومن ساعتها وهم ما شافوش والدهم. وبيعرفوا جيون إنه عارف فين مخبأ الفضائية وإنه بيطاردها ليه فترة وقدر يوصل لكل حاجة تخصها، وكمان هي واحدة معاه في الجامعة. فقال له جين إنهم لو راحوا المخبأ الفضائية وما لقوش حاجة هيرجع لمستشفى الأمراض العقلية. وبياخدوا جيون وبيتحركوا للمكان بتاع الفضائية، لكنهم لما بيوصلوا بيلاقوا إن المكان متكسر ومفيش حاجة تدل إنه مخبأ لفضائي ولا حتى مكان صالح للعيش. فبيتصدم جيون وبيقول ازاي وانه واثق ومتاكد. فبيحضنه جين وبيقول له يهدى وانه مصدقه بس لازم ينسوا والدهم والفضائيه. لكن جيون بيقول له انه مش هيستسلم، وبينزلوا من المكان اللي كانوا فيه، ولكنهم بيتصدموا لما بيشوفوا الفضائيه بتعدي الطريق. وبيقول جيون لاخوه اهو الدليل ان الفضائيه لسه موجوده.
بتتحرك الفضائية وبتركب الباص، فبيجري جيون على الطريق وبيضطر جين انه يجري ورا اخوه، ولكنه مش بيلحقه وكان هيتداس. وبيبص جين على اخوه بيلاقيه بعيد جدا، وبيمشي جين وبيحاول يتصل على اخوه لكن بيلاقي رقمه غير متاح. فبيروح للشقة اللي فيها كل حاجة عن الفضائية وبيفتش جين اكتر لحد ما بيلاقي كاميرا فيها صور كتير تخص الفضائية، وبيعرف ان اخوه فعلا مهووس بيها. وبيعرف جين ان اسم الفضائية يون، وفي اللحظة دي بيتصلوا عليه من المستشفى وبيعرفوه ان اخوه رجله اتكسرت. فبيروح بسرعة جين لاخوه وبيلاقي ان رجله مكسورة، فبياخدوا جين وبيمشوا. وفي الطريق انه مش لازم يدور في الماضي، وان دي مش الفضائية وانها مجرد شبيهة ليها مش اكتر. فبيتضايق جيون منه لانه عايز ينسى ابوهم ومش عايز يدور عليه، وان كل اللي بيعمله ده علشان خاطر يوصل لابوهم. فجين بيقول له انه لو فضل بالهوس اللي هو فيه ده عن الفضائية ينسى انه اخوه وما يرجعش البيت عنده. وبيمشي جين وبيسيبه وبيروح جين للبيت بتاعه وبيرمي شنطة جيون قدام الباب وبينام. وفي تاني يوم بيجيله اتصال من الجامعة ان البروفيسور هان عايز يقابله، وبيروح جين للبروفيسور هان وبيتعرف هان عليه وبيقعدوا يتكلموا سوا، وبيعرفوا جين باهتمامه في مجال العلوم. وبيعجب هان جدا بتفكيره وبيقرر يديله المنصب وانه يبقى مساعده مش مساعد بارك. وبعد كده بيروح جين للمحاضرة بتاعته والدكتور بيوزع الواجبات وكل اتنين بيبقوا في فريق واحد، لكن البنت اللي مع جين في الفريق بتنزف دم من مناخيرها وبتبقى تعبانة. وبتعرف الدكتور انها مش هتقدر تعمل الواجبات وبتخرج من المدرج. في الوقت ده بتدخل يون للمحاضرة وبيتصدم جين لما بيشوفها، وبتقعد يون جنبه وبيبقى جين في حالة صدمة وبيسألها هي مين ومنين واسمها ايه وحاجات كتير، لدرجة ان يون بتستغرب وبتقلق منه لكنها بتتكلم معاه عادي وبتعرف عن نفسها. فبيلاحظ الدكتور ان جين بيتكلم فبيزعق له. وبعد المحاضرة ما بتخلص يون بتاخد موبايل جين وبتكتب رقمها وبتعرفه انهم هيعملوا الواجب سوا وبتديله ميعاد يتقابلوا فيه في المكتبة. وبيروح جين للطفل سو اللي بيدرس له وبيبقى جين قاعد ومش مركز مع سو، فسو بيلاحظ وبيسأله لو بيحب، لكن جين بيقول له ان دماغه مشغولة بحاجة غير كده خالص. وبتبعت يون رسالة لجين في اللحظة دي وبتقول له يجي للمكتبة. فبيقول جين لسو انه هيمشي وبيفرح سو لانه مش هيكمل الدرس. وبيروح جين للمكتبة وبيقعد مع يون وبيفضل مركز معاها وبيفتكر لما كان قاعد هو وابوه واخوه الفضائية في المطعم، ومرة واحدة في عربية خبطت ازاز المطعم وابوه انقذهم على اخر لحظة، وفي ازازة جرحت رقبة الفضائية. وبيفضل جين مركز مع رقبتها عشان يشوف لو مجروحة، وهنا هيتأكد انها فضائية. وبتقول له يون انها ماشية وبتروح تقعد مع صاحبها في بار، وبيكون جين قاعد في ترابيزة وراها وبيراقبها وبيشوف رقبتها وبيلاقي ان ما فيهاش جرح ولا حاجه، فبيتاكد انها مش فضائيه. وبيرجع جين لبيته وبيتصل على اخوه وبيرد جيون عليه وبيعرفوا جيون انه وصل لمكان لمخبأ الفضائيه وان الجاني اسمه بلو بيرد، وبيقفل بسرعه. وفي نفس الوقت ده بنشوف المحقق هيوك بياخد من محقق زميله اسمه تشوي ملف فيه الاوراق والدلائل المطلوبه عن قضيه انتحار الطلاب، وبيكون شكوك هيوك كلها عن جيون. وفي تاني يوم بيروح للمخبز وبيعرف من صاحب المحل انه مش بيجي. وبنروح لجين اللي بيروح للشقة اللي أخوه كان قاعد فيها، والراجل صاحب الشقة بيقول لجين إن المفروض جيون يدفع الإيجار النهاردة ولكنه ما جاش. وبيكون جيون كده مفقود ومحدش عارف يوصله. فبيلاقي جين في الأوراق بتاعت أخوه خريطة الأماكن بتاعت الفضائية، فبيروحها كلها ومش بيلاقي أخوه. وبيرجع جين للشقة بتاعت أخوه وبيلاقي إن الكاميرا اللي موجودة كانت بتسجل، فبيفتح الكاميرا وبيلاقي أخوه وهو خارج من الشقة، ولكن بتدخل واحدة وراه وبتبص للكاميرا وبتطلع إنها يون. فبيتصدم جين ومش بيكون فاهم حاجة، وبيروح ليون على طول وبيمسكها وبيهددها وإنها لازم تعترف له بالحقيقة وهي تبقى مين. بتتخانق يون معاه وبتقول له إنه مجنون، فبيزعق لها وبيقول لها إن أخوه مختفي بسببها. فبتستغرب يون وبتعترف له إنها تعرف أخوه وإنها كانت بتبحث برضه وراه عشان كانت بتشوفه في جميع أماكن الحوادث اللي بيحصل فيها حالات انتحار للطلاب، وإنها كانت شاكة فيه إنه الجاني. وفي اللحظة دي جي بيبقى معدي وبيشوفهم بيتخانقوا، وعشان يتروشن قدام يون بيتخانق مع جين والاتنين بيضربوا بعض لحد ما بيتقبض عليهم. وفي اسم الشرطة المحقق تشوي بيسأل جين عن اسمه، فالمحقق هيوك بيسمع اسم جين وبيشوف في الأوراق اللي معاه إنه أخو جيون، فبيقوم يتكلم مع جين وبيسأله عن مكان أخوه. وجي بيمشي وبيعرفوا هيوك إنه بيسأل عن أخوه لأنه مش عارف يوصله، فبيعرفوا جين إنه هو كمان مش عارف يوصل لأخوه وإنه مفقود. وهيوك بيقول له عن شكوكه إن جيون الجاني في حالات الانتحار اللي بتحصل، لأنه بيبقى موجود كل ما يروحوا يحققوا في جريمة انتحار، وإن كل الجرائم اللي بتحصل مشابهة لنفس الطريقة اللي أخوه خلص بيها على البنت في الماضي. فمش بيطلع هيوك من جين ويون بحاجة تنفعه، فبيمشيهم. وبتاخد يون جين وبتقول له إنهم هيدوروا على أخوه سوا، وبتاخده الأوضة في بيت صاحبتها وبتوري له كل الدلائل اللي قدرت تجمعها في قضايا الانتحار.
وإنها عايزة تبص بصة على الدلائل اللي أخوه مجمعهم، فبياخدها وبيروح للشقة اللي أخوه كان قاعد فيها، وبيلاقي صاحب الأوضة هيرمي حاجة أخوه، فبياخدها منه وبعد كده بيقعدوا. وبتبص يون على كل الأوراق بتاعت جيون، وبتقول لجين إن كل الضحايا اللي ماتوا واللي هيموتوا بيجيلهم نفس الأعراض، واللي بتكون نزيف من المناخير وبعدها بينتحروا على طول، وبيكون مكتوب قايمة أسماء اللي ماتوا ومتعلم عليهم، وفي أسامي مش متعلم عليهم، فبيفهموا إن دول اللي عندهم الأعراض وهيموتوا، واللي بتكون من ضمنهم البنت اللي كانت هتدخل في الواجب مع جين. وعلى طول بيتحركوا عليها لكن مش بيلاقوها في أوضتها، وبتصرخ يون لما بتلاقيها واقفة على سطح مبنى وهترمي نفسها، فبيجروا عليها لكنهم مش بيلحقوا يوصلوا لها، وبتكون رمت نفسها وبتنزل ميتة وبيخرج من مناخيرها حشرة حية. والشرطة بتيجي والمحقق هيوك بيحقق في القضية ومش بيوصل لحاجة كالعادة، وبيقرر جين ويون يرجعوا بالليل ويدوروا على الحشرة اللي خرجت من مناخير الطلبة، وفعلا بيقدروا يلاقوا الحشرة وبيروحوا المعمل وبيشرحها جين، وبيطلع من جوه الحشرة جهاز تحكم، وبيفهموا ان دي مش حشرة وانما روبوت، وان في شخص بيتحكم في الحشرة دي وبيخليها تسيطر على جسم الانسان وتخلص عليه او تخليه يعمل اي حاجة تانية. وبيقعد جين ويون يبحثوا عن اي حاجة عن الحشرة دي لكنهم مش بيلاقوا حاجة على النت، فبتدي يون الايميل بتاعها لجين وبتقول له يبعت لها لو وصل لاي جديد، وبتمشي وبتسيبه. وفي تاني يوم بيبقى جين قاعد وبيفكر في كل اللي بيحصل، وبياخد الورقة اللي مكتوب فيها الايميل وبيلاقي اسم الايميل بلو بيرد، وبيفتكر هنا ان اخوه قال له ان جاني هو بلو بيرد، فبيتحرك بسرعة على بيت صاحبته يون وبيدخل أوضة يون وبيفتش في حاجتها لحد ما بيقدر يوصل لحشرة من الحشرات الإلكترونية. بيشيل جين الحشرة وبيتصل على يون لكنها مش بترد، لأن يون في الوقت ده بتكون قدام مستشفى مهجورة، وبنشوف جوه المستشفى دي جين وهو بيصرخ وبيقول للفضائيين اللي حبسته تخرجوا، وبنعرف ان يون جالها رسالة من رقم غريب بعت لها العنوان وقال لها تيجي هنا. ولما بتدخل جوه بتلاقي واحدة واقفة وبتسألها يون هي مين وعايزة ايه، لكن المجهولة دي بتهجم على يون وكانت عايزة تصعقها بالصاعق الكهربائي، لكن يون بتقاومها وبتفضل تبعدها وبتحاول تهرب منها، لكن كانت المجهولة دي هتصعقها خلاص. فمرة واحدة بيجي جين وبيزقها بعيد وبتجري المجهولة دي في الشارع، فبيجري جين وراها عشان يلحقها لكنه مش بيقدر يمسكها، وبتدخل المجهولة في شارع وبتخرج منه وهي مغيرة شكلها وبتمشي جنب جين لكنه مش بيتعرف عليها، وبيرجع جين ليون وبيعرفها انه معرفش يمسكها، وبتقول له انهم هيروحوا للشرطة ويبلغوهم بكل حاجة في المستشفى المهجورة دي، لكن جين بيوقفها وبيقول لها قبل ما نروح المستشفى لازم تقولي لي الحشرة الروبوت اللي لقيتها في حاجتك دي بتعمل ايه. فبتعرفه انها لقيتها وما كانتش عارفة انها روبوت لحد ما اكتشفوا سوا وانها كانت محتفظة بيها بس. وبعد كده بيروحوا للشرطة وبيبلغوا المحقق هيوك بكل اللي حصل، وبياخد هيوك منهم مواصفات البنت المجهولة وبيرسمها، وبيقدروا يطلعوا تسجيلات لوشها وبيعرفوا شكلها، وعرفهم هيوك انه هيبحث عنها وهيروح المستشفى المهجورة يبص على اي حاجة فيها. وبعد كده جين ويون بيروحوا للمستشفى عشان رجل يون بتبقى متعورة وبيعالجوها، وفي الوقت ده والد يون بيوصل وبيطلع انه بروفيسور هان، وبيتفاجئ جين فبيشكره هان لمساعدته لبنته. وفي نص الليل بنشوف جيون اللي بيكون قاعد في أوضة في المستشفى المهجورة وبيسمع صوت حد داخل عليه، فعلى طول بينام على السرير وبيعمل نفسه نايم، وبنشوف واحد لابس لبس دكتور داخل عليه ومعاه إبرة. وفي الوقت ده برضه بنلاقي إن هيوك والمحقق تشيو في المستشفى برضه وبيدوروا على أي دليل أو أي حاجة، وبنرجع لجيون اللي بيعض ايد الراجل اللي كان هيديله الحقنه دي، والراجل بيصرخ من العضه لكنه بيحقن جيون بالحقنه وبيخليه ينام وبيحط له حشره جوه مناخيره، وبيسمع المحققين صوت الصرخه فبيفضلوا يدوروا في المكان. وفي اليوم التاني بتروح يون لبيت جين وبيقعدوا يشوفوا الدلائل بتاعت اخوه مره تانيه، ومره واحده رقم جيون بيرن على جين وبيرد جين، والبنت المجهوله بتقول لجين على ميعاد ومكان يتقابلوا فيه، وبيروح جين ويون للمكان بسرعه وبتستخبى يون وبتقف من بعيد، لكن مرة واحدة بتهجم البنت المجهولة على يون وكانت عايزة تصعقها بالصاعق الكهربائي، لكن جين بيشوفها وبيجري عليها بسرعة وبيمسك ايد البنت، والبنت المجهولة بتزعله وبتقوله أنا طلبت منك تيجي لوحدك، وبتعرفه إنها مش هتتكلم غير لما يبعد يون من هنا. وبتقف يون بعيد وبيتكلم جين مع البنت وبيسألها أنت مين وفين أخويا، بتقوله إن يون فضائية وإنه إزاي ماشي معاها، وهنا بيتأكد جين إنها تعرف أخوه وبتقوله لو مش مصدقني في دليل إنها فضائية، وبتوري له الصورة لشنطة سفر يون وبيكون فيها لعبة على شكل نجمة متعلقة في شنطة سفر يون، وبيفتكر جين لما كان مدي اللعبة دي للفضائية زمان وكان مسمي الفضائية بيول، وبياخد جين الصورة منها وبيعرفها انهم هيتقابلوا تاني، وبيروح جين يواجه يون بانها الفضائية للمرة التانية
وبيوريها صورة اللعبة وبيسألها جابتها منين، فبتقوله إن أمها ادتها لها، وبتعرفه إنها مش فاكرة أي حاجة حصلت قبل ما تتم ال 18 سنة، لأنها عملت حادثة وفقدت الذاكرة، ووالدها هو اللي قال لها كده. وبيوري لها جين صورته هو وأخوه الفضائية بيول وهما متصورين سوا، وبتتصدم يون لما بتشوف نفسها في الصورة. بتقول له يون أنا مش هي اللي في الصورة، وأنا مش فضائية ولا اسمها بيول، وإنها من بعد ما عملت الحادثة وفقدت الذاكرة وفقدت كمان والدتها بقت بتخضع لعلاج نفسي، وإنها تعبت جدا عشان ترجع لحياتها الطبيعية وهي مش فاكرة حاجة فيها. وبتقول له لو عاوز تصدقني صدقني، وبتمشي وبتسيبه وبترجع يون للبيت، وبيرجع جين كمان بيته. ويون بتمسك النجمة وبتستنى أبوها يرجع وبتسأله عنها، وبيعرفها إن أمها هي اللي عملتها ليها وهي عندها 9 سنين. وفي تاني يوم بتروح يون لجين وبتعرفه النجمة مش بتاعته وإنها مش الفضائية، وعرفت من والدها إن أمها هي اللي عملتها. فبيقول لها جين إنه مش هيصدقها غير لما تكسر النجمة، وهو هيتأكد بنفسه لأنه كان كاتب رسالة لبيول الفضائية جوه النجمة. وبتسيبه يون وبتمشي، وبيلبس جين الكاب بتاعه وبيمشي وراها لحد ما بتوصل لمستشفى وبتدخل قسم العلاج النفسي. وبيعرف جين إنها ما كانتش بتكذب عليه، وبيكون ماشي، لكن مرة واحدة بتكتشفه يون وبتسأله لو بيراقبها، فبتاخده وبيروحوا يتكلموا سوا. وبتقول له يون هو ليه مش عايز يصدق إنها مش فضائية. فبيقول لها جين أنا هصدقك في حالة واحدة بس، لما تكسري النجمة وتطلعي الرسالة اللي جواها، ولو مفيش رسالة هتأكد إنك بشرية عادية. وبيقول لها إنه فقد أخوه بسببها وبسبب إنه ما صدقوش لما قال عليها فضائية. وبيسيبها جين وبيروح لشغله الجديد مع البروفيسور هان، وبيلاقي اللابتوب بتاعه موجود، فبيحاول إنه يفتحه. لكن في الوقت ده جي بيدخل وبيسأله بيعمل إيه، وبيكذب جين عليه وبيعرفه إنه كان بيدور على المكتب بتاعه. فبيوري له جي مكتبة، وبيدخل هان وبيسلم على جين وبيستلم جين الشغل بتاعه. وبعد شوية بيلاقي بارك خارج، فبيخرج وراه وبيتكلم جين مع بارك وبيسأله عن يون وإزاي فقدت ذاكرتها. فبيطلب منه بارك ما يدخلش في حياة البروفيسور الشخصية وما يتعداش حدوده لأن ده غلط. وبيرجع جين يكمل شغله لحد الليل، ولما جي بيمشي بيقوم جين يفتش تاني في مكتب البروفيسور هان وبيلاقي قلم مكتوب عليه اسم المستشفى المهجورة، وبيروح لهناك على طول وبيلاقي إن البنت المجهولة موجودة هناك، وبتعرفه إن اسمها يونج وبيسألها بتعمل إيه هنا تاني. فبتقوله إنها كانت جاية تبحث عن أي حاجة في المستشفى لأن ده المكان اللي آخر مرة كان جيون موجود فيه. وبتعرفه إنه وهي جاية لجيون قبل ما يختفي في المستشفى هنا شافت من بعيد حاجة بشكل دائري مطلعة نور عالي في المكان، ولما وصلت المكان كان النور اختفى وكمان ما كانش جيون موجود. فبيدخلوا هما الاتنين المستشفى وبيبدأوا يدوروا على أي حاجة، ومرة واحدة بيتخضوا لما بيلاقوا واحد منور الكشاف بتاعه عليهم. فبيطلع إنه هيك المحقق وبيسأل هيك جين مش هي دي البنت اللي كنتم مبلغين عليها؟ فبتعرفوا البنت إنها طالبة في كلية طب وبتوري له الكارنيه، وبيطلب منه جينو إنه يسيبها وإنهم هيبحثوا سوا عن جيون. وبيفضلوا يدوروا في ممرات كتير جدا على أي حاجة لكنهم مش بيلاقوا حاجة. ومرة واحدة بيلاقوا آثار دم لسه ما نشفتش، ومعنى ده إنه ما كملتش 12 دقيقة وإنهم لازم يتبعوا آثاره. وبيفضلوا يجروا ورا آثار الدم، وبيتكلم هيكو المحقق تشوي وبيقول له على مكانه عشان لو حصل حاجة. وبيخرج جينو وبتخرج يونج وبيلاقوا عربية إسعاف واقفة، فبيقرب جين منها والعربية بتتدور وبتتحرك، فبيجري جين وراها. ومرة واحدة أخوه بيظهر من شباك العربية وبيفضل يصرخ، فبيفضل جين يصرخ وبينادي على أخوه وهو بيجري، لكنه بيقع ومش بيلحق أخوه، وبيحزن جين جدا على أخوه. في الوقت ده بتكون يون في بيتها وبتكسر النجمة وبتلاقي جواها ورقة مكتوب عليها اسم بيول، وبتتصدم لأن كده كلام جين كان كله صح وإنها فضائية. وبنرجع لجين وهيك ويونج وبيقول هيك مواصفات العربية وبيقول لزمايله يبحثوا عنها، لكنهم بيعرفوه إن العربية دي اتحطمت من سنة وإن النمر اللي عليها أصلا العربية عاملة حادثة من فترة كبيرة. وبتطلع يونج موبايلها وبتوري لهم صورة لعربية إسعاف كانت متصورة جنبها، وكان في واحدة من البنات اللي انتحروا كانت بتتبرع بالدم في العربية دي، وبعد ما اتبرعت بدأ يظهر عليها أعراض غريبة زي النزيف من المناخير وهكذا. وبيقول جين لهيوك كمان على موضوع القلم اللي كان مكتوب عليه اسم المستشفى، والقلم ده بيكون مع هان، لكن هيوك بيعرفه إن ده مش دليل كافي عشان يفتح تحقيق مع هان. وبعد ما بيخلصوا تدوير ومش بيلاقوا حاجة بتمشي يونج وجين مع بعض، وبعد ما بيمشوا سوا بتكون يونج متضايقة من جين لأنه ما قالش لهيوك إن يوم فضائية ولا قال حاجة عن هان والدها، وبتبقى زعلانة منه لأنه مش مهتم بأخوه ولا إنه مخطوف. فبيهديها جين وبيعرفها إنه مهتم جدا لأخوه، لكن كل حاجة لازم تبقى بالعقل، وإنه هيقدر يكشف كل حاجة، وبيقول لها تروح وإنه هيبحث عن أخوه. وبيفضل جين يبحث في كل حتة عن أخوه، وبيرجع للمستشفى تاني وبيدخل أوضة وبيلاقي فيها كاميرا مراقبة، فبيروح لهيوك وبيعرفوا باللي لقاه في المستشفى.
فهيوك بيقول له انه ما يهتمش لحاجه تاني ويروح للبيت وينام، وانه لما يصحى يبقى يتكلموا، وهو في الكام ساعه دول هيكمل تحقيق. ولما بيرجع جين لبيته بيلاقي يون واقفه قدام الباب وبتديله الورقه اللي مكتوب فيها اسم بيول، وبتعرفه انها بيول وبتطلب منه يسامحها لانها مش فاكره حاجه. وبيدخل جين وبيقعد معاها، وبتبدا يون تحكي له انها لما فاقت من غيبوبه الحادثه ما كانتش فاكره حاجه، واول حاجه نطقتها بلو بيرد، ومعنى الكلمه دي الطائر الازرق. في العموم يعني بتعرفه انها لما فاقت ما لقيتش غير هان اللي كان جنبها، وعرفها انه والدها وانها عملت حادثه وكل الكلام ده. فبيقول لها جين ان هان ليه علاقه باختفاء اخوه وانهم لازم يبحثوا سوا، وبيعرفها جين انه مديلها كل الثقه والامان وبيطلب منها ما تخونهوش. وبتاخده يون لبيتها وبتدخله مكتب والدها وبيفضلوا يفتشوا فيه. وفي اللحظه دي بيرجع هان من بره وبيسمع صوت من مكتبه، فبيدخل وبيلاقي يون وجين بيفتشوا، فبيسالهم بيعملوا ايه، فبيعرفوه انهم كانوا بيبحثوا عن كتب معينه وما لقيوهاش، فبيديلهم هان الكتب اللي عايزينها وبيمشيهم. وبنشوف قبل ما جين ياخد الكتاب بيلاقي صوره وبيحطها في جيبه من غير ما هان ياخد باله. وفي الوقت ده بنشوف هيك في مستشفى الامراض النفسيه مع الدكتوره كانت شغاله في المستشفى المهجوره، وبتعرفه ان المستشفى اتقفلت واتهجرت بسبب اشاعات طلعت عليها، والاشاعات دي بسبب ان في مجموعه من المرضى قالوا ان حصل عليهم تجارب، وان في شخص مات من التجارب دي، وان مفيش غير واحد بس اللي موجود من المرضى اللي حصل عليهم التجارب. وبيروح هيك مع الممرضه وبيقابل المريض ده وبيفضل يتكلم معاه وبيساله مين اللي عمل عليك التجربه، وبيوري له صوره لهان، لكن المريض مش بيرد. فبييأس هيك وبيكون ماشي، لكن المريض بيوقفه مره واحده وبيعرف ان مش هان اللي عمل عليه التجربه لكنه سيمباي والد جين وجيون. وبيتصدم هيك من رد المريض. وفي الوقت ده جين ويون بيشوفوا الصوره اللي خباها جين، وبيشوفوا في الصوره دي هان مع المرضى، وكان واقف وراه في الصوره سيمباي. وبيتصدم جين لما بيلاقي والده كان شغال مع هان ومش بيكون فاهم اللي بيحصل. جين ويون بيقابلوا المحقق هيوك، وبيبدا المحقق هيوك يفهمهم اللي بيحصل، وبيعرفهم من سيمباي والد جين وجيون كان شريك هان في كل حاجه وفي التجارب اللي كانت بتحصل على البشر في المستشفى بتاعت الأمراض النفسية اللي اتهجرت، وإن هما الاتنين كانوا السبب في موت عدد كبير من الناس. يعني مش هان لوحده هو اللي متورط في اللي حصل. وبيسأل هيوك جين لو هو فعلا ما يعرفش فين مكان والده وأخوه، فجين بيتضايق منه لأنه مفكره بيكذب عليه، وقال له إنه لو كان يعرف ما كانش فضل ده كله بيدور على أخوه، ولا أخوه اتخطف وهو بيبحث ورا أبوه اللي اختفى ليه من أكتر من 10 سنين. وبعد ما كلهم بيمشوا بترجع يون للبيت، لكنها مش بتقدر انها تدخله، وبتفتكر كل اللي عرفته عن هان، وبتقرر انها ما تباتش في البيت، وبتروح تقعد عند سلم بيت جين. وجين وهو راجع لبيته بيشوفها وبيسألها بتعمل ايه هنا وليه ما رجعتش لبيتها، فقالت له انها مش عايزه ترجع لبيتها وعايزه تكشف كل حاجه عن هان وتعرف حقيقتها، وهي مين، بيول ولا يون، وهل هي فضائيه ولا لا. فعرفها انهم عشان يقدروا يعرفوا حقيقتها وحقيقة هان لازم يجيبوا مذكرات والده، ومفيش غير واحدة تعرف فين مكان المذكرات دي وهي جدته، وهيروحوا لها دار رعاية المسنين. وفي الوقت ده جيون بيصحى في المكان اللي هو فيه وبيبقى بينزف دم من مناخيره والأعراض بدأت تظهر عليه، والحشرة هتبدأ إنها تسيطر على جسمه ده لو ملحقش يخرجها. المهم جيون بيستكشف المكان اللي هو محبوس فيه وبيلاقي الباب بيتفتح بالبصمة، وبيفتكر إن ده نفس الباب اللي كان في بيته زمان وهو طفل، وبيدوس على البصمة وبيلاقي ان فعلا الباب بيفتح، وبيطلع من الباب وبيلاقي نفسه في بيته القديم، وبيقرر انه يستخبى لحد ما اللي خطفه يجي ويضربه ويهرب. ونتفاجئ مين اللي بيجي البيت، حد مش في المتوقع خالص انه كان يعرف باللي حصل، وهو جي مساعد بارك. وبيدخل جي للبيت ومش بياخد باله اصلا ان بارك كان بيراقبه، وعرف ان في حاجه غريبه بتحصل وجي وهام بيعملوها من وراه. وفي البيت بينزل جي للمستودع اللي كان جيون محبوس فيه، وفجاه جيون بيظهر له وبيضربه، والاتنين بيضربوا بعض وبيخنق جيون جي وكان هيموته، لكن بسبب الحشرة اللي في جسم جيون جسمه بيكون ضعيف، فبيقدر جي انه يسيطر عليه وبيضربه وبيوقعه مغمى عليه. في الوقت ده البروفيسور هان بيكون قاعد يتفرج على الصورة اللي متصورها مع صاحبه سيمباي، وفجأة بيدخل عليه بارك وبيسأله على اللي بيحصل من وراه، فبيرد عليه هان وبيسأله يعني هو مش بيستخبى ومش عارف ايه اللي بيحصل. فهان عشان يختصر الكلام عليه حكاله عن موضوع الحشرة وانه هو اللي بيسيطر بيها على جسم الطلاب اللي بينتحروا، وحكاله كل حاجة. فاتصدم بارك جدا وقال له انه ما كانش يعرف حاجه من الكلام ده، وكان مفكره مش هيفكر انه يحط في جسم الطلاب الحشره دي لانه عارف ان خطورتها ممكن تقتل الطلاب. فهدده بارك انه هيأذيه ويبلغ عنه، لكن هان كان هادي جدا وقال له انهم في مركب واحده وانه كان شغال معاه على الحشره، وانهم اللي صنعوا الجهاز اللي جوه الحشره اللي بيقدروا يسيطروا بيه على الانسان، ولو فكر يبلغ هما الاتنين هيروحوا سوا. فبينصدم بارك وبيقرر انه يسكت وما يأذيهوش. وبنرجع لجين ويون وبيبقوا في دار رعايه المسنين، وبيعرف جين يون ان جدته مريضه بالزهايمر وممكن ما تفتكرش اي حاجه، وما تعرفش ان والده واخوه مختفيين،
وبيطلعوا لجدة جين الأوضة، ولما جدة جين بتشوفه بتسأله هو مين، فبيعرفها إنه جين، لكنها بتقول له إن جين عنده 11 سنة وإنه مش جين، وبتفضل تصرخ وبتنادي على الممرضة. لكن لما بتشوف يون بتسكت وبتناديها باسم فيول، فبيستغل جين الفرصة وبيسألها عن مكان مذكرات أبوه أو أي حاجة فيها معلومات تخص أبوه، فبتقول له جدته إنه يدور في بيتهم القديم وأكيد هيلاقي اللي هو عايزه. وبعد ما بينزلوا من عند جدة جين بتقول يون إنهم يدوروا في كمبيوتر هان ويمكن يلاقوا حاجة، فبتعجب جين الفكرة وبتروح يون لمكتب أبوها وبتقول له إنها بدأت تفتكر حاجات من قبل الحادثة، وبتقول له اسم بيول، فبسرعة بياخدها هان وبيمشوا من المكتب. وبعد ما بيمشوا بيدخل جين وبيقدر إنه يفتح باسورد اللابتوب وبيفتش فيه، وبيتصدم لما بيلاقي فيديوهات لاخوه وهو بيتعذب، فبيفهم ان هان هو اللي خاطف جيون اخوه، وبينقل كل الفيديوهات دي على الهارد خارجي، وبيتصل على مركز الشرطه عشان يكلم المحقق هيوك، لكن اللي بيرد عليه تشوي وبيعرفه ان هيوك مش موجود. فبيقول له جين انه عارف مين اللي خطف اخوه ومعاه فيديوهات وتسجيلات، وبيعرفه انه البروفيسور هان. وفجاه بيكون تشوي عنده وبياخده في العربيه وبيتحركوا، لكن تشوي بيدخل في طريق مختلف عن طريق مركز الشرطه، وبيطلب منه جين انه ينزله، لكن تشوي بيضربه وبيرفع عليه السلاح وقال له يسكت لحد ما يوصلوا. وبيوصلوا للمستشفى المهجوره وبينزل تشوي جين لاوضه فيها هان وبيدي تشوي الهارد لهان، وبنفهم ان تشوي متعاون مع البروفيسور هان، وبيكسر هان الهارد وبيتخانق مع جين وبيعرفوا على اهميه التجربه اللي بيعملوها وانهم ممكن يعملوا عالم بدون جريمه وعالم جميل جدا بالشريحه اللي بيوزعوها في جسم الانسان. لكن والده خبى كل المعلومات التجربه اللي كانوا شغالين عليها سوا، وانه لازم يساعده ويوصل لاي حاجه تخص التجربه، وفي المقابل ده هيشيل الشريحه من جسم اخوه ومش هيموته، لكن لو ما ساعدوش هيخلص على اخوه. بعد ما بيخرج جين من عند هان بتتصل يون عليه وبتساله لو اتقفش ولا حصل له حاجه، فبيقول لها تقفل لانه مش فاضي، وبيهدده تشوي انه لو بلغ هو هيعرف، فالاحسن يفكر في حياه اخوه ما يبلغش. بيرجع جين لبيته وبيفضل يفتش في حاجته اللي اخدها من بيته القديم لحد ما بيلاقي كارت فيه اسم موقع بتاع والده. بيدخل على الموقع وبيقدر يسجل حساب والده، وبيحمل ملف من الموقع وبيكون مفكر ان ممكن يكون في الملف البيانات اللي هان عايزها. الملف بيكون بباسورد، فبيجيب جين الطفل سو لانه بيفهم في الكمبيوتر جدا، وبيطلب منه جين يفتح له باسورد الملف ده، فبيقول له سو انه ياخد وقت ويسيب له الجهاز ويروح مشاويره. بعد كده بيروح جين لدار الرعايه وبيفتش في حاجه جدته على اي حاجه ممكن تفيده، لكن مش بيلاقي حاجه، فبيمشي وهو يائس. في اللحظه دي بيتصل عليه سو وبيعرفه انه فتح الملف، وبيبعت له سو الصور اللي في الملف، وبيكون مجرد صور للبيت القديم بتاعهم. في نفس الوقت ده بارك بيهدد جي وبيخليه يحكي له كل حاجه بيعملها هو والبروفيسور هان، وبيقول له جي ان البروفيسور قال له ان الشريحه دي قادره انها تمحي الذكريات الحزينه وتخلي العالم بدون جريمه، وعشان كده هو قرر يساعده. بنشوف يون اللي بتدخل مكتب هان وبتحط فيه كاميرا وبتخليها تسجل وبيدخل هان عليها وبيسألها بتعمل ايه هنا، بتعرفه انها عرفت عنه كل حاجه وهو ليه بيعمل كده في الطلاب، وبتتخانق معاه، فبيعرفها هان ان ده كله بسببها وانه بيعمل كده عشانها وعشان يقدر يرجع لها ذكرياتها، وبتخليه يعترف قدام الكاميرا ان هو اللي بيخلص على الطلاب وبيحط في جسمهم الحشره اللي جواها شريحه التحكم، وكمان اعترف ان هو اللي خاطف جيون، وبتتصدم يون فيه، ولما بيكشف لها الحاجات دي كلها بيحبسها في الاوضه. بنشوف يونج بعد شويه بتدخل مكتب هان وبتفتش فيه، لكن مره واحده بيدخل بارك فبتستخبى يونج بسرعه، وبارك هو كمان بيفتش في مكتب هان وبيلاقي الكاميرا اللي كانت يون حطها بتسجل، وبيشوف فيديو التسجيل وبتسمع يونج هي كمان اللي بيتقال في التسجيل، وبتقوم يونج تسرق الكاميرا من بارك وبتحاول تهرب، لكنه بيمسكها وبتهدده انها تسعقه بالصاعق الكهربائي، فبيهديها بارك وبيعرفها انه يعرف فين مكان جيون وعايزها تساعده زي ما هيساعدها، وبيعرفها ان مكان جيون في البيت القديم، وعلى طول بتبلغ يونج المحقق هيوك، فهيوك بيقول لتشوي على اللي عارفه، وتشوي بينقل الكلام طبعا لهان وبيقول له تشوي ينقل جيون بسرعه من البيت. وفي الوقت ده بيتبعت لجين رساله من يونج ان جيون في بيتهم القديم، وبيكون جين اصلا قدام بيتهم القديم وداخله، فبيجري على طول للبيت وبيلاقي عنده عربيه اسعاف زي اللي خطفت اخوه قبل كده، ولما بيجي داخل البيت بيلاقي 2 حراس، فبيحاول انه يتقاتل معاهم، لكنهم بيضربوه ضرب عنيف جدا لحد ما بيقع على الارض ووشه كله بيكون عباره عن دم، لكن مش بيستسلم جين وبيقوم يمسك خشبه كبيره وبيضربهم على دماغهم هما الاتنين وبيخليهم يغمى عليهم، وبيجري جوه البيت وبيقدر انه يلاقي اخوه، لكنه بيلاقيه مرمي على الارض ومغمى عليه. وفي الوقت ده بنشوف جهاز في السقف مربوط بالكمبيوتر بتاع سيمباي، ولما بيشوف جين الجهاز بيفتح الكمبيوتر بتاع سيمباي بشكل تلقائي. بيوصل هيك ويونج وبارك لمكان جين وجيون، وبارك بيلاحظ الجهاز اللي في السقف وبيلاقي الكمبيوتر بتاع سيمباي شغال، وبينقله جين على المستشفى بسرعه، وبيقرر بارك انه يبقى يرجع للكمبيوتر. وفي المستشفى بيعرف بارك جين انه عارف انه ابن سيمباي وانه مدين جدا لوالده، وبيعرفه انهم كانوا زمايل هو وهانو وسيمباي وكانوا شغالين سوا على تجربه واحده،
لكنه وقف من بعد ما والده اختفى. واللي كمل هان. في نفس وقتنا ده هان بيروح ليون في الأوضة اللي حابسها فيها وبياخدها، وبتكون يون مخبية سكينة معاها، وهي في العربية معاه بترمي نفسها، وبيقف هان عشان يطمن عليها. لكن لما بينزل لها بتهدده يون لو قرب لها هتخلص عليه، وبيحاول هان انه يهديها. وعربية الشرطة كانت معدية من جنبهم، فبيركب هان عربيته بسرعة وبيضطر انه يهرب ويسيب يون. ويون بعد كده بتتصل على جين، وبيعرفها جين ان اخوها هيفوق كمان شوية، وبيلاحظ ان صوتها مش كويس وبيسألها عن مكانها، فبتطلب منه يخليه جنب اخوه وهي اللي هتجيله، وبتاخد اسم المستشفى. وبيفوق جيون وبيوري له جين صورة هان، فبيقول له جين ان ده سبب تركيب الشرايح جوه جسم الطلاب، وان هو المجرم وهو كمان اللي كان خاطفه. ومع المحقق هيوك بيكون عارف ان تشوي متعاون مع هان، واخد الادله بتاعت القضيه وهرب بيها. وتشوي في الوقت ده بيكون في مخزن مع رئيس المنظمه السريه، والمنظمه دي هي اللي كانت مشغله هان، وبيعرفوا تشوي على كل اللي حصل، وان هان هيجي في اقرب وقت. وبيتصل هان على جي، وجي بيعرفوا ان معاه كل الابحاث اللي اشتغلوا عليها سوا، فقال له هان انه جاي ياخدهم. ولما بيوصل هان عند جي بيلاقي بارك مستنيه، وبيقول بارك لهان انه مجنون ولازم يتعالج، وان اللي بيعمله ده غلط، وانه بيخلص على الطلاب. فبيدافع هان عن نفسه وبيقول له انه بيعمل كده عشان يقدر يساعد الناس ويتحكم في ذكرياتهم ويخليها كلها سعيده. لكن بعد شويه بنشوف بارك خارج من عنده ومعاه صندوق، وجي بيساله ايه اللي حصل لهان، فبيقول له بارك ان هان مربوط وانه ما يفكوش ولازم يخبوه في مكان سري، لان الشرطه لو عرفت اللي بيحصل وهان اتقبض عليه كل العلماء هيتوقفوا عن العمل، ومش بعيد هما كمان يتقبض عليهم مع هان، ولازم يخافوا على نفسهم. وبياخد بارك الحاجه وبيمشي على طول، وبيروح بارك البيت سمباي القديم وبيعلق فيه كاميرات، وبيحاول انه يفتح الكمبيوتر، لكن الكمبيوتر مش بيرضى يفتح لان الكمبيوتر بيفتح بوش جين بس. وبيمشي بارك على طول وبيرجع لمكتبه. وفي الاوقات دي بتيجي يون للمستشفى وبيسألها جين عن مكان هان، لأن جيون بيفقد ذاكرته ولازم الحشرة اللي في جسمه تتشال. فبتقول له يون إنها ما تعرفش مكانه وإنها هربت منه. والدكتور بيقول لجين إن الحشرة مش هيقدروا يشيلوها، لأن لو اتحركت وهما بيشيلوها ممكن أخوه يفقد القدرة على المشي أو ممكن ما يشوفش تاني. فبيروح جين ويون لبارك وبيوروا له صورة الحشرة، ولو يعرف عنها أي حاجة أو يعرف إزاي يخرجوها من جسم جيون لأنه كان شغال مع هان في الأبحاث. فبارك بيعرفهم إنه ما يعرفش، وانه كان شغال مع هان بس ما كانش يعرف حاجه عن التجارب دي. وبعد ما بيخرجوا من عند بارك بيقعد على اللابتوب بتاعه وبيفتح الكاميرا اللي ركبها في بيت سمباي القديم، وبتروح يون وجين لبيت سمباي القديم، والكمبيوتر بيفتح لما بيشوف جين، وبيبدا فيديو يتعرض من ذكريات جين. والفيديو بيكون في الوقت اللي سأل جين يون عن هان لان جيون بيفقد ذاكرته. وبيتصدم جين ويون لما بيعرفوا ان دي ذكريات جين وانها بتتعرض على شكل فيديو، وبيفهموا ان هان ما كانش بيعمل حاجه مستحيله وانه يقدر يتحكم بذكريات الناس، وان اي عالم لو كان اللي لسه معروض على الكمبيوتر ده كان عمل اكتر من هان. وبارك في الوقت ده بيكون متفاجئ هو كمان باللي شايفه. وفي ذكرى تانية لجين وبيول، وهي بيول بتديله الجهاز اللي بيفتح الكمبيوتر، وقالت له ان الجهاز ده هيخليه يشوف امه في ذكرياته. وبيفهم بارك ان اللي بيتحكم في الذكريات الجهاز اللي في السقف اللي بيفتح الكمبيوتر. بينزل بارك الجراج العربيات عشان يركب عربيته، ولكن مرة واحدة بيتخطف وبيفوق بيلاقي نفسه مخطوف وقدامه تشوي ورئيس المنظمة السرية اللي كانت بتمول هان علشان يقدر يعمل التجارب بتاعته. ورئيس المنظمة بيسأله عن مكان هان وإنه هيقوله على مكانه، ولو فكر ما يقولهوش هيخلص عليه. فتشوي بيقول لبارك إنه أحسن يتكلم ويقول خطف البروفيسور هان ووداه فين، لكن بارك مش بيرضى يقول لهم على مكانه، وعرفهم إنه قدر يوصل للي هان ما قدرش يوصل له، وإنه عرف إزاي يستخدم تقنية مشاهدة الذكريات على كأنها فيديو، وغير كده عرف ازاي يقدر يمسح ذكريات الناس. وطبعا يعني لو قتلوه مش هيقدروا يستفيدوا بأي حاجة من الكلام ده لأنه هيكون مات خلاص، ولو عايزينه يشتغل معاهم يفكوه ويرجعوه للشارع ويستنوا مكالمة منه. فالرئيس بتاع المنظمة بيحس إن كلامه منطقي شوية وبيقرر إنه يسيبه ويستنى المكالمة بتاعته. ومع جين ويون، جين بينقل ذكرياته على هارد خارجي، وبيقول ليون إنه هيحاول يخلي أخوه يفتكر ذكرياته باستخدام الذكريات اللي هو عملها على الهارد، لكن مش دلوقتي، هيحاول يخرج الأول من جسمه الشريحة. وبعد كده بيروحوا للمستشفى عشان يطمنوا على جيون، لكن بيتصدموا لما مش بيلاقوه موجود. فبيسألوا الممرضة، فالممرضة بتعرفهم إنه كان في الأوضة وما تعرفش راح فين. فعلى طول جين بيجري يدور على أخوه وبتبحث يون معاه، وبيفضلوا يدوروا في الشوارع لحد ما بيلاقوه قاعد في حديقة وبينادي على جين. وجين بيفرح جدا لما بيلاقي أخوه، وجين لما بيشوف يون بيكون مفكرها حبيبة جين وبيسلم عليها وبيفضل يهزر معاهم لحد ما يونج بتيجي، وبيعرفهم جيون إنه لسه متعرف عليها وبيعلمها إزاي تسوق العجلة. وبتبقى يونج حزين على جين لأنه فقد ذكرياته ومش قادر يفتكر أي حاجة كانت بينهم. وبيقعد جين ويون مع بعض في المستشفى، وبيقول لها جين إنه بيفكر إنه ما يرجعش ذكريات أخوه
وياخدوا ويعيشوا حياة جديدة في مكان تاني. في اللحظة دي بتسمع يونج كلام جين وبتزعل منه جدا، وبتزعقله لأنه مش عايز أخوه يفتكر أي حاجة، وبتقوله إن هو كده يعتبر مش عايز يحاول من أجل أخوه، وبتعرفه إنها هتفضل تحاول لأجل جيون وهتخليه يفتكر ذكرياته. وبارك بيتصل على رئيس المنظمة وبيقول له يخفي كل حاجة بخصوص الأدلة اللي مع الشرطة وأي حاجة تخص الحشرة اللي كانت بتخرج من جسم الطلاب. وفعلا ده بيحصل، لأن هيوك وهو بيحاول يدخل أوضة الأدلة الحراس بتمنعه، وبيعرفوا إن رئيس القسم منع أي حد من دخول الأوضة دي. ولما رئيس القسم بيشوف هيوك بيفصله من شغله وبيسحب الشارة بتاعته، وبيكون هيوك شاكك إن في حاجة غريبة بتحصل. وفي نفس الوقت ده مع جين وهو قاعد مع الدكتور، إدارة الأموال العامة بتدخل عليه وبتقول له إن جالهم بلاغ إنه بيسرق فلوس من المستشفى، وبيلموا كل الملفات اللي في المكتب بتاعه بملفات المرضى، وبيكون من ضمن ملفات المرضى الملفات اللي فيها كلام بيقول إن جسم جيونج جواه حشرة وشريحة. والمهم إن الدكتور بيتحول للتحقيق. وغير ده كله بقى بنشوف إن في ممرض عند يون وجيون، والممرض بيقول ليون إنه ياخده عشان هيعمل أشعة الرنين المغناطيسي، وبيدي لجيون حقنة. فبتكون يون مطمنة على جيون وبتخلي الممرض ياخده. لكن بعد ما الممرض بيخرج بشوية، يون بتفتكر إن ما ينفعش جيون يعمل أشعة رنين مغناطيسي بسبب إن في حاجة معدنية في جسمه، وبتجري على الممرض اللي بيكون وصل عند الأسانسير. لكن بتستخبى يون منه لأنها بتشوف إنه لابس بدلة تحت هدوم المستشفى، وبتفهم إنه مش ممرض وإنه بيخطف جيون. فبتتصل على جين وبتعرفه باللي بيحصل، وبيكون المحقق هيوك في المستشفى، وبيجري هو وجين ويونج على الجراج وبيلحقوا جيون قبل ما يتخطف، وبيرش على العصابة بطفاية الحريق وبيضربوهم. وبتجيب يون عربية هيوك وبيحط جين أخوه فيها وبيركب، وهيك ويونج بيفضلوا مع العصابة وبيتقاتلوا معاهم. وبتبلغ بارك إن فشلت عملية خطف جيون، فبيتضايق وبيعرفهم إنه هيتصرف، وبيتصل على جين وبيطلب إنه يقابله ضروري وبيديله ميعاد في الليل. وبعد ما بيوصل جين أخوه يون لمكان آمن بيسيبهم وبيروح يقابل بارك، وبارك بيمثل عليه وبيعمل نفسه بيعيط وبيطلب منه إنه يسامحه لأنه كان متعاون مع البروفيسور هان، ولحد الآن هو متعاون معاه، لكن بسبب إنه بيهدده بعيلته. والبروفيسور هان هدده إنه لو ما خلوش يسلموا يون وباقي معلومات المشروع بتاعت والده هيخلص على عيلته، وبيطلب بارك منه يساعده بأي طريقة. فجين بيقول لبارك إنه هيعمل اللي يقدر عليه وهيحاول يجيب المعلومات بتاعت المشروع والده بأي طريقة عشان ينقذ أخوه وينقذ أهله. وبيمشي جين وبيسيبه وبيروح لبيتهم القديم، وكمبيوتر المعلومات بيفتح وبيقعد جين على الكمبيوتر وبيطلب منه يجيب له المعلومات بتاعت مشروع والده. لكن الكمبيوتر مش بيكون عنده أي ذاكرة تخزين للي جين طلبه، فجين بييأس. لكن مرة واحدة بيفتح الكمبيوتر تسجيل من ذكريات جين، وبتكون الذكرى فيها بيول قاعدة على الكمبيوتر وجنبها السلسلة بتاعت جدة جين. وهنا بيفهم جين إن السلسلة دي فيها فلاشة اللي عليها المعلومات، وبيجري على طول على جدته في الدار وبيطلب منها السلسلة. لكن جدته بتصوت وما كانتش راضية تديها له، فبيتحايل جين عليها وبيقول لها إنه مش عارف ينقذ أخوه. فالجدة بتتعاطف معاه وبتديله السلسلة، وبياخدها جين وبيرجع لبيته وبيفتح الفلاشة على الكمبيوتر. لكن الفلاشة للأسف مش بيكون عليها حاجة غير شاشة سودا، فبيعيط جين لأن ده كان أمله الوحيد عشان ينقذ أخوه. لكن مرة واحدة بيفتح فيديو لسيمباي، وبيكون الفيديو سيمباي بيقول فيه التاريخ، وكان في سنة 2008، وعرفهم إنه مش هيكمل تجربته وإنه هيمحي كل المعلومات اللي تخص التجربة، وإن التجربة دي لو نجحت فالعالم ممكن يتدمر ومش هيكون أحسن ولا حاجة. وبيقول كمان في الفيديو إنه هو اللي حذف ذكريات بيول لأنها هي اللي طلبت منه كده، لأن ذكرياتها كان فيها حاجات ممكن تنهي العالم. وبيفهم جين إنه خلاص مش هيعرف ينقذ أخوه، لكن مش بيكون فيه غير حل واحد، وهو إنه هيسلم الفلاش على أساس إن المعلومات عليها، وفي المقابل ينقذ أخوه ويخرجوا الشريحة من جسمه. في الوقت ده بتتصل يونج على جين وبتعرفوا إنها هي وهيوك في المستشفى بجيون لأن حالته خطيرة وقلبه يعتبر وقف، وبتقول له يجي لهم على المستشفى. ولما بيوصل جين للمستشفى بيلاقيهم كلهم موجودين ويون كمان موجودة، والدكتور بيعمل لجيون انعاش ضربات قلب لحد ما بيقدر انه ينعش قلب جيون من تاني. الدكتور بيعرفه ان قلب جيون لو وقف تاني ممكن يموت، وان مفيش وقت ولازم الشريحة تخرج من جسمه، وانهم لازم يلحقوا يشوفوا دكتور من اللي حطوا الشريحة دي جوه جسم جيون علشان هو الوحيد اللي هيقدر يخرجها. بعد كده بيخرج جين بيتكلم مع يون وبيعرفها باللي عرفه، وان هان طلب منها تيجي عشان ينقذ اخوه، وكمان طلب بيانات بحث ابوه. فقالت له يون انها موافقة تروح معاه وتسلم نفسها، فجين بيقول لها انه مش هيسمح لها بكده، وانه هيديلهم البيانات بتاعت والده بس، وان كل المشاكل دي هتخلص. بيروح جين لصالة تسجيل وبيسجل بمايك صوت عالي جدا يوجع الودن، وهنفهم هو عمل كده ليه كمان شوية. بعد ما عمل كده بيقابل الطالب سو وقال له على يوم معين يبقى فيه في البيت بتاع والده القديم ويقفل الكهرباء بعد ما يوصل هو والناس معاه. بيرجع جين لبيت والده القديم وبيوصل السماعات بكمبيوتر المعلومات وبيعلي الصوت على الآخر، وبيبعت فيديو لبارك
وبيعرفوا إن قدر يوصل لمعلومات أبوه وده جزء منها. وبيتصل جين على بارك وبيعرفوا إنه هيديلهم المعلومات في مقابل يعملوا عملية استخراج الحشرة من جسم أخوه، وإنه يقول لهان إن ده طلبه الوحيد، غير كده مش هيديله المعلومات. فقال له بارك إنه هيقول لهان والمنظمة. وفي تاني يوم في النهار بارك بيتصل على هان من رقم غريب، وبيعرف إن هان والمنظمة وافقوا على الاتفاق، وبيديله ميعاد ومكان يتقابلوا فيه وهو معاه المعلومات. فبيروح جين ليون وهيوك وبيعرفهم إنه هيسلمهم المعلومات، وبيطلب إن محدش يجي معاه. وبيودع جين أخوه جيون. بعد ما ودعهم بيقابل ليون وبيعرفها إنه رايح يسلمهم اللي طلبوه منه، وإنها تاخد بالها من نفسها لحد ما يرجع. فبتعرفه إنها ممكن تروح معاه عشان ممكن يأذوه، لكن جين قال لها إنها ما تجيش معاه وتعيش حياتها بشكل طبيعي لو حصل له أي حاجة، وتنسى إنها كانت بيول لأنها حاليا عايشة بذكريات يون. وبيودعها جين وبيتحرك للمكان اللي قال له بارك عليه. بيوصل جين وبيلاقي الضابط تشوي وبارك والحراس، وبيطلع جين من معاه ميه نار في برطمانه وبيحطها قدامه، وبيطلع الفلاشه وقال لهم ان دي فلاشه المعلومات، وانهم يبداوا في عمليه اخوه، وبعد ما تخلص هيسلمها لهم. وعرفوا بارك ان الدكتور اللي هيعمل العمليه وصل عند اخوه، وبيديله الموبايل يتاكد، وبيكلم الدكتور بتاع المستشفى وبيعرفوا ان العمليه بدات. فبياخد تشوي موبايل منه وبيقول له انه يجيب الفلاشه، لكن جين قال لهم مش هيديلهم الفلاشه غير لما العمليه تنجح وتخلص. فتشوي بيحاول ياخدها منه بالعنف، فجين بيرمي الفلاشه في ميه النار وبتبدا انها تتبخر. تشوي بيتعصب جدا على جين وكان هيضربه، فبارك بيزعق له وبيخليه يعتذر. وهنا جين بيفهم ان بارك متعاون مع المنظمه، وبيساله جين هو من امتى معاهم، فقال له انه مش من البدايه معاهم، لكنه قرر يعمل التجربه دي مكان ابوه هان. فبارك قال له انهم هيوقفوا عمليه اخوه، لكن جين قال لهم يخلصوا العمليه وانهم يقدروا يشوفوا ابحاث والده والمعلومات من الذاكره بتاعته، وانه عارف ازاي يوري لهم ذكرياته. فبتعجب بارك الفكره، وبعد شويه العمليه بتاعت جيون بتخلص وبتنجح، وبيتبلغ جين ان العمليه نجحت. فبياخدهم وبيروحوا لبيته القديم بتاع والده، والكمبيوتر بيفتح وبيسالوا بارك ازاي هيقدروا يعرضوا ذكرياته. فبيقول جين على تاريخ معين، وبيبدا الكمبيوتر يعرض ذكريات جين، وده بيكون تاريخ اليوم اللي جين كان بيسجل فيه الصوت المزعج، والسماعات بتاعت البيت بتكون على اخرها. فالصوت بيصدع دماغهم كلهم لدرجه انهم بيقعوا على الارض، لكن جين كان لحق نفسه وحط سدادة ودان، وبياخد النجمة اللي بتشغل الكمبيوتر وبيهرب من البيت. وفي اللحظة دي النور بتاع البيت بيتقطع، وبيكون اللي قطعه سو. فبتكون الرجالة اللي مع بارك بتجري ورا جين، وتشوي بيحاول يمسكه، لكن جين بيدخل في غابة وبيستخبى منه. وبيسمع جين تشوي وهو بيقول له انه قتل والده سيمباي بنفس الطريقة اللي هيقتله بيها دلوقتي. فجين مش بيقدر يمسك اعصابه، وبيمسك طوبة وبيطلع من المخبأ بتاعه وبيضربه بيها. فتشوي بيتعور، لكن في اللحظة دي باقي الرجالة بتوصل وبيمسكوا جين. بارك بيحاول ياخد الجهاز اللي بيفتح الكمبيوتر من جين، لكن جين عرفوا انه مش بيشتغل غير بوجوده. فبارك قال له سهلة وقال للحراس ياخدوه، لكن جين بيرمي تراب في عين الراجل اللي ماسكه وبيطلع يجري. وبيحاول جين انه يهرب ويخرج على الطريق، وفجأة عربية بتخبطه وبيطير جين في السماء وبينزل على الأرض، وهو دمه سايح في المكان، وجهاز النجمة بيقع جنبه وبيتكسر. وبنشوف شريحة خرجت من الجهاز وقاعدة بتنور، وجين بيفتكر كل ذكرياته وشريط حياته بيتعرض قدامه وهو بيطلع في الروح وبيقفل عينه. ولحد هنا بيخلص الجزء الأول من ملخصنا، واستنوا الفيديو اللي جاي هتعرفوا ايه اللي حصل مع جين، وهل عاش وقدر يمنع بارك أو لأ. وبس كده، سلام.